قناة الهويس تقدم الحياة ألوان، تأليف مجموعة من الكتاب. حلقة اليوم كومبارس، تأليف فردوس مصطفى بكور، إخراج سارة محمد بدوي. وبعدين معاك يا هشام، ما تشوف لك حل بقى. البيت بقاله كام يوم فاضي، ده مفيش حتى حاجة نطبخها. يا بنت الحلال، هو انا كان بايدي حاجة وما عملتهاش؟ ده انا ما خليتش حتة في البلد الا ودورت فيها على شغل وبرضه ما فيش. اعمل ايه يعني يا ليلى؟ ها، ما تشوري عليا بدل ما انت قاعدة عمالة بتصرخي في وشي وتندبي كده ليل ونهار. معلش يا ماما، بابا عمل كل اللي بيقدر عليه، بس الحظ معاكسه شوية. رقى عليه بس شوية أرجوكي. يوه، طيب اما نشوف اخرتها ايه. بس برضه لازم تفضل تدور على شغل، ما يصحش كده يا راجل. طيب انا خارج اهو، سلام. السلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا عم. يا معلم، انا جيت عندك من اسبوع وسألتك اذا كنت محتاج عامل عندك في الدكان ولا حاجة، قلت لي ارجع لي تاني بعد اسبوع. يا ترى في جديد؟ والله يا عم انا بعتذر منك، احنا الاسبوع ده مش محتاجين عمال والله، بس يمكن بعد اسبوع نحتاج عمال تاني. على العموم انت دور برضه في الحتة، يمكن يكون رزقك في مكان تاني. انا كل يوم بدور يا ابني، ما خلتش مكان الا لما دورت فيه. والله من الصبح لحد دلوقتي وانا عمال بسأل وبرضه مفيش فايدة. ايوه، الله يكون في عونك، الله يكون في عونك. بقول لك ايه يا عم، اقبل مني القرشين دول، اعتبرني زي ابنك لغاية ما يدبرها معاك ربنا. لا يا ابني، ربنا يكرمك، متشكر قوي، ربنا يبارك فيك. انا ما باخدش فلوس بالطريقة دي خالص. لا ربنا هيكرم ان شاء الله باذن الله، ربنا هيكرم ويفرجها من عنده. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بأمان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ايه رأيك تستلف من ابو عزت قرشين؟ ده ربنا رزقه ومش هيقولك لا. ها، قلت ايه؟ يا ليلى، انا طول عمري ما مدتش ايدي لحد. عايزاني بعد العمر ده اروح واكسر نفسي للناس. الحاجات دي مش بتاعتي يا بنت الحلال. طب ونعمل انت يا جدع؟ انت نموت من الجوع عشان الحاجات دي مش بتاعتك؟ طيب لما نشوف، خلاص هطلب منه بكرة، مع ان الموت اهون عليا من اني اذل نفسي المخلوق. بس اعمل ايه؟ همد ايدي على اخر العمر، هي دي اخرتها. يعني حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا هشام، انا هديلك قرشين تفك دقتك بيهم، بس لا مؤاخذة يا هشام، يا ريت ما تأخرش عليا، عشان انا رايح ازور النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده بعد شهر، وانت عارف بقى مصاريف الحج اليومين دول، يعني معاك اسبوعين وتردهم لي. ماشي يا هشام؟ طيب يا اخويا، ربنا يتقبل منك ان شاء الله، حج مبرور وسعي مشكور، وهردهم لك ان شاء الله بعد اسبوعين كده. خلاص يبقى اتفقنا. ماشي، دول 2000 جنيه. تمام يا حاج، متشكر. اسبوعين ان شاء الله وهرجعهم لك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه، التلاجة باظت؟
التلاجة عطلت يعني ايه؟ هو احنا ناقصين يا ليلى؟ عطلت ازاي؟ هو احنا لحقنا؟ ده انا لسه مستلف شوية فلوس اروح احطهم على تصليح التلاجة؟ وانت بتزعق لي كده ليه يا هشام؟ هو انا اللي عطلتها؟ ما تروح يا اخويا تشوف لنا مصلحة بدل ما انت قاعد تصرخ وخلاص. لا حول ولا قوة الا بالله. الجبنا شوية فلوس نعبي بيها اكل في التلاجة، راحت التلاجة واكلاهم وبقينا احنا قاعدين جعانين. ما يلا يا هشام. طيب هشوف اخرتها ايه. سلام. تعيش يا معلم، ربنا يبارك لك. تعبناك معانا. هو كان العطل فيها ايه بالظبط؟ والله يابا زي ما شفت حضرتك، الموتور كان محروق وغيرناه بجديد. ربنا يديك الصحة يا معلم، ألف شكر ليك. الله يعافيك يا حاج، استأذن انا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أنست وشرفت. هو خد منك كام يا هشام؟ شفت ال2000 جنيه اللي استلفتهم؟ زي ما يكون أبو عزت معيرهم على المليم عشان ندفعهم إيجار تصليح التلاجة. انتي بتقولي ايه يا رنا؟ عايزة تشتغلي؟ طب ودراستك؟ عادي يا هند، اصل بابا صعبان عليا قوي، ثم انا مش اول بنت بتشتغل وبتدرس يعني. معاكي حق يا رنا، ربنا يكون في العون. هو انا اللي كنت فاكراكي جاية تقري لي اخر اشعارك. هو فعلا بقالي يومين بظبط في اخر قصيدة، بس وقفت بصراحة، مش طالع معايا كلام اليومين دول خالص يا هند. يلا بينا يا اختي، قرب وقت المحاضرة. على كل هوني عليكي يا رنا، ده ظرف معيشي صعب وعلى كل الناس. يلا بينا حبيبتي. هقول لك ايه يا هشام، ما تجرب تطلب من جارنا الحاج سالم شوية فلوس. تاني؟ خف عليا يا ليلى أبوس إيدك. أنا لما طلبت ال2000 جنيه من أبو عزت كنت في منتهى الإحراج وكنت في وسط هدومي. إحنا طول عمرنا مستورين يا ليلى، بلاش ديون أرجوكي بلاش ديون. خلاص يا هشام، ما تعاندنيش بقى، روح واتكل على الله. طيب هروح لما أشوف آخرتها. بقول لك ايه، تكفيك 1500 جنيه يا برانا؟ يا ريت يا حاج لو تزودهم شوية يعني، أصل يمكن أروح البيت ولاقي الغسالة متعطلة، وانت عارف تصليح الغسالات اليومين دول يعني زي ما انت فاهم بقى. الله، انت بتهزر يا برانا ولا بتتريق عليا يا جدع؟ في ايه؟ لا 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 يا حاج، ولا حاجة، متأسف والله، انا ما اقصدش انا كنت بهزر معاك. ماشي، وادي 2000 جنيه، بس تعمل حسابك تردهم لي كمان اسبوعين، عشان هجوز ابني وانت عارف مصاريف الافراح اليومين دول عاملين ازاي. اتفقنا؟ حاضر ماشي، تحت امرك يا حاج، متشكر. السلام عليكم. ايه بتقولي ايه يا ليلى؟ الغسالة اتعطلت؟
امتى وازاي وليه؟ ليه يا رب كده بس؟ ليه يا ناس؟ ليه هو انا ناقص؟ والله ما ترجعش ولا مليم. بس ده حقك يا عم الحاج، انا اجرتي 1900 جنيه. معلش يا ابني، هو الحاج سالم عامل حسابك ب100 جنيه بقشيش، خلاص خدها. طيب يا عم، ربنا يعوض عليك. سلام عليكم. مع الف سلامة يا ابني. ايه؟ اشحت؟ انت اتجننت يا ولية؟ عايزاني اشحت؟ مستحيل، انا اموت من الجوع ولا اعملهاش. يا راجل اسمع بقولك ايه، انا مش عايزاك تشتغل شحات يعني، انت بس تخرج لك اسبوع ومش في حتتنا خالص، روح لحتة تانية، اعمل نفسك عاجز زي ما كل الشحاتين ما بيعملوا اليومين دول. يا ولية هو انا ناقصني ايد ولا رجل عشان اشحت؟ لا مش ناقصك، بس هينقصك لما تشحت. يلا بقى ما تعاندنيش يا هشام، اسمع كلامي وشوف ازاي هتلعب بالفلوس لعب. يلا بقى ما تبقاش عنيد. يا حضرة الضابط، والله العظيم انا مش شحات، دي اول مرة في حياتي اشحت فيها، وغصب عني والله يا حضرة الضابط. لا ومخبي رجلك في البنطلون برضو، انتوا ايه ما بتخافوش ربنا يقطع لكم رجليكوا فعلا يا راجل؟ على كل اسمع، انا مش ههينك، بس هتكتب لي تعهد خطي بانك ما تشحتش تاني، واي مخالفة للكلام ده هحبسك. مفهوم يا عم؟ مفهوم، مفهوم يا حضرة الضابط. منك لله يا ليلى، منك لله. اودي وشي منك فين يا بنتي؟ اودي وشي منك فين يا رنا؟ اهلا يا هند، ازيك؟ اخبارك ايه يا حبيبتي؟ اهلا يا رنا، بقولك ايه، قبل شويه اتكلم معايا رئيس التحرير وسألني عنك، كان بيسألني لو كنت كاتبه حاجه جديده عشان ينشروها لك في الجورنال. ايوه يا هند، جت في وقتها. تعرفي قبل شويه قريت خبر عن طفل مسكوا البوليس وهو بيشحت وخدوه الاسم يا حرام، وكتير اتأثرت باللي قريته، فمعرفش ازاي طلعت معايا الخاطره دي. اسمعي كده: املأ حقيبتك وامضي، املأ حقيبتك وامضي، فقد سئموا منك أيها القمر، لأنك لست المرغوب فيه، لأنك لست المرغوب فيه، ولست الحبيب المنتظر، ففي وطنك لا شيء يباع هناك إلا قصاقيصا ورقية تسمى طوابع، وكتيب صغير لا تاريخ فيه ولا علوم، يدعى جواز السفر. فارحل أيها المخدوع، فارحل أيها المخدوع، فلست كما يسمونك القمر، لأنك شئت أم أبيت مجرد حفنة رمال وكرة صنعت من حجر. فارحل أيها القمر، فارحل أيها القمر، فلا تغرنك قصائد الغزل، فأنت لست كما يسمونك العسل، لأنك لقيط في هذه الديار، وضعتك امرأة تائهة من نطفة لقحها القدر. فارحل أيها القمر، ففي وطنك لا شيء يقرأ هناك إلا لوائح الأسعار
وفواتير الماء والدواء والكهرباء، وأخبار البطالة والغلاء. فارحل أيها القمر، فلا شيء يشاهد هناك إلا برامج حب الوطن وكيفية ربط الكفن. فالموت هناك واجب قومي وكله يمر باسم القدر. فارحل أيها القمر، واسجد لربك واقترب، واشكره على نعمة الصم والبكم، فقد خلقك من حجر. الهوية، صوت هتشوفه.